من لمسة ملعوبة، لكن أيضا قطعت الكرة وعادت مرة أخرى طويلة إلى الأمام، مرتدة سريعة سريعة سريعة، جول 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 أول لمالاغا. ساندرو راميريز يسجل أول أهدافه في مرمى البارسا وأول هدف لمالاغا في مباراة اليوم. ضرب البارسا بكرة مرتدة، ضرب دفاع البارسا بكرة مرتدة، ساندرو يسجل. هذه ثاني مباراة لساندرو راميريز يسجل في المباراة الثانية، أول هدف له في مرمى البارسا وهدف رائع جدا من هذا المكان. لاحظ الانطلاقة، نعم، من منتصف الملعب تماما، راح وتقدم إلى الأمام، راح من أمام ماتيو، هرب من أمام ماتيو وسجل على يمين تير شتيغن، وهدف أول لمصلحة مالاغا. 1-0 في هذه اللقطة الجميلة والانطلاقة الرائعة من جانب ساندرو. استطاع أن يسجل تمريرة بينية لكن أيضا قطعت وعادت مرة أخرى عند بيليراندا. تدخل موجود، ذهبت سريعة، مرتدة تشارلز يمرر، انطلاقة أمامية وفرصة لمصلحة فورناليس يمرر في المكان المناسب والهدف الثاني ليوني رودريغيز. مالاغا يضرب البارسا في لا روزاليدا وينتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 31. أول انتصار لسيد ميتشل على حساب البارسا، انتصار ثمين وعريض في لا روزاليدا بالنسبة لمالاغا. مالاغا الذي يعاني في هذا الموسم تعادل في الدور الأول وانتصار في الدور الثاني على البارسا. هنا الكرة المرتدة، انطلاقة سريعة ممتازة من جانب تشارلز، لعب الكرة عند بابلو فورناليس لم يكن علانيا، لعب الكرة عند يوني رودريغيز، صوب وسجل. 2-0 النتيجة. مالاغا يعاقب البارسا في مباراة اليوم، يعاقب البارسا لأنه لم يظهر كما هو معتاد، بينما قدم لاعبي مالاغا مباراة كبيرة وانتصر وسجل هدفين في مباراة اليوم بعد 10 زيادات.